الأهلي اليوم قبل ما نبدأ لا تنسوا الصلاة على النبي والاشتراك بالقناة. وليد أزارو عبر حسابه الشخصي: أثق أن الأهلي سيعبر الأزمة، وأتعجب من حال الشماتة في الفريق، وهذا يدل على النجاح. كونوا مثل الأهلي. الأهلي في قلبي وسيظل بيتي رغم الرحيل. أنباء عن تولي حسام غالي مشرف على فريق الكرة بنادي الأهلي. الإسماعيلي يعود للمركز قبل الأخير بعد فوز البنك الأهلي على بيراميدز. رسميا كريستو يتلقى استدعاء رسمي للانضمام لمنتخب تونس لأول مرة في مسيرته في عمر 19 عام. كريستو هو اللاعب الوحيد في منتخب الشباب الذي حصل على الاستدعاء للانضمام للمنتخب الأول بسبب مستواه في المباريات الأخيرة. مارسيل كولر لم يجتمع مع لاعبي الأهلي ومش عايز يتكلم معاهم لأنه غضبان وحزين، وقال للمحيطين به إنه كان عنده ثقة في اللعيبة أكتر من كده. شوبير: احتمالية البدء بعلي لطفي في مباراة القطن الكاميرون بدوري أبطال أفريقيا، لأنه بنسبة كبيرة هيبدأ ياخد في ماتشات الدوري خلال الفترة القادمة. مسؤول القطن الكاميروني قرروا فتح الملعب مجانا للجماهير في لقاء الأهلي. التونسي رفيق كابو لاعب إنبي أحلم بالانتقال للأهلي مستقبلا. الأهلي وطن والوطن لا يخان، في رعاية الله وحفظه.